السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الخاص بعاصمة جهة الشرق وجدة. مدينة وجدة الواقعة في شرق المغرب تتميز بمناخ قاري جاف صيفا وبارد شتاء، مما يؤثر على البشرة والشعر بشكل واضح. لهذا سأشارك معكم أهم الوصفات والمنتجات المناسبة للعناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى الأقمشة الملائمة لكل فصل. العناية بالبشرة. للبشرة الجافة غالباً ما تعاني من التقشر والجفاف. استخدمي ماسك العسل وزيت الزيتون لترطيب عميق، أو زيت الأرغان كمرطب يومي. المنتجات المصابهة تشمل كريمات بزبدة الشيا وسيروم بحمض الهيالورونيك. للبشرة الدهنية تعاني من إفراز الزيوت وحب الشباب. جربي ماسك الطين المغربي لتنقية البشرة أو ماء الورد كتونر. استخدمي غسولاً بحمض الساليسيليك ومرطباً خفيفاً بماء الصبار. للبشرة المختلطة احرصي على التوازن. استخدمي مثل ماسك الزبادي والعسل. اختاري غسولاً لطيفاً ومرطباً خفيفاً للمناطق الدهنية وكريماً غنياً للجافة. للبشرة الحساسة استخدمي جل الألوفيرا لتهدئة البشرة، وغسولاً خالياً من العطور مع واق شمسي مناسب. العناية بالشعر. للشعر الجاف والمتقصف اعتمدي حمام زيت الزيتون وزيت جوز الهند وماسك العسل وزيت الأرغان. استخدمي شامبو وبلسم بزيوت طبيعية مثل الأرغان. للشعر الدهني اشطفي الشعر بماء الليمون لتنظيم الزيوت، واستخدمي شامبو يحتوي على النعناع أو الشاي الأخضر. للشعر الكيرلي المجعد ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون مثالي للترطيب. اعتمدي كريمات تصفيف بزبدة الشيا للحفاظ على مرونة الشعر. للشعر العادي حافظي على صحة الشعر بشطفه بماء الأعشاب مثل البابونج، واستخدمي شامبو يومياً. الأقمشة حسب الفصول. الصيف القطن والكتان مثاليان لتهوية الجسم. الشتاء الصوف والكشمير للحفاظ على الدفء. الخريف الجنز والمخمل للمسة أنيقة. الربيع القطن الخفيف والفيسكوز للأيام الدافئة. نصائح عامة. الترطيب ضروري للبشرة والشعر. استخدام واقي الشمس يوميا مهم، خاصة في الصيف. شرب الماء بكثرة يحافظ على الترطيب الداخلي الذي يؤثر مباشرة على البشرة والشعر. هذه الوصفات والنصائح ستساعدك على التكيف مع الظروف المناخية في وجدة وحماية بشرتك وشعرك من العوامل البيئية المختلفة.